المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية، وفيها رئيس السياسة أفورقي يبعث رسائل تهنئة لرؤساء الهند وروسيا. دورة تدريبية في سلامة وحماية البيئة. دورات تدريبية للمرأة والشباب في هايكوتا وشامبوكو. مجلس الأمن يتبنى قرارا أمريكيا لوقف إطلاق النار في غزة، وحماس ترحب. لافروف ووانغي يبحثان تعزيز العلاقات بين الصين وروسيا. بيلاروس تشارك روسيا في تدريبات على الأسلحة النووية التكتيكية. أهلا بكم مشاهدينا. بعث الرئيس السياسي أفورقي برقيتي تهنئة إلى رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي ورئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين، وهنأ الرئيس السياسي أفورقي باسم حكومة وشعب إريتريا وباسمه رئيس الوزراء ناريندرا مودي على انتخابه رئيسا للوزراء لولاية ثالثة. وقال الرئيس السياسي أن عادة انتخاب رئيس الوزراء مودي سيسهم بشكل كبير في تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون بين إريتريا والهند. وقد أدى رئيس الوزراء ناريندرا مودي اليمين الدستوري في 9 من يونيو. كما بعث الرئيس السياسي برسالة تهنئة إلى الرئيس فلاديمير بوتين وحكومة وشعب روسيا بمناسبة اليوم الوطني لروسيا. وأعرب الرئيس السياسي في رسالته عن ثقته القوية بأن العلاقات الودية العميقة بين إريتريا وروسيا الاتحادية والمبنية على القيم المشتركة ووجهات النظر المتشابهة حول الواقع الدولي سوف تتطور وتتعزز في المستقبل. وقدم الرئيس السياسي أفورقي تمنياته لرئيس الوزراء ناريندرا مودي والرئيس فلاديمير بوتين بدوام الصحة والتوفيق في عملهما والسلام والازدهار لشعبي الهند والاتحاد الروسي. نظمت وزارة الأراضي والمياه والبيئة بالتعاون مع المركز الإقليمي للتنبؤ بالمناخ وتنفيذه التابع لمنظمة الإيجاد نظمت تدريبا ل 35 مهنيا من مختلف الوزارات والحكومات والمؤسسات الحكومية حول دور التكنولوجيا ونظم المعلومات الجغرافية في ضمان سلامة مستدامة للبيئة. يشارك في التدريب خبراء من وزارة الأراضي والمياه والبيئة ووزارة الزراعة ووزارة الثروة البحرية ووزارة النقل والاتصالات والحكومات المحلية وسلطة الغابات والحياة البرية وكلية الزراعة في حمل مارو. وقالت مدير قسم إدارة البيئة والرقابة في وزارة الأراضي والمياه والبيئة السيدة ستير ردازجي في افتتاح الدورة التدريبية إن الهدف من التدريب هو تعزيز استخدام ونشر المعلومات البيئية وتطوير القدرات لضمان الاستدامة والاستفادة من المعلومات الجغرافية المبنية على الموجهات والقرارات المدعومة بالحقائق. وقال الدكتور دانييل وايسو من جامعة ماكريري بأوغندا أن التدريب سيساهم في معالجة المعلومات الجغرافية وتقييم القضايا المرتبطة بالبيئة. وكان تدريبا مماثلا قد نظم في إريتريا عام 2019. وأفادت وزارة الأراضي والمياه والبيئة بأن إريتريا تقوم بدورها في ضمان استدامة سلامة وحماية البيئة بالتعاون مع المركز الإقليمي للتنبؤ بالمناخ وتنفيذه التابع للإيجاد. التقت حاكم إقليم شمال البحر الأحمر السيدة أسمرة أبرهة في 8 من يونيو الجاري بموظفي المؤسسات الحكومية في مديرية ناقفة، وبحثت سير برامج التنمية وخاصة برامج حماية التربة وحفظ المياه والبرامج المستقبلية. وأوضحت الدور الكبير لخزانات المياه المشيدة في حل مصاعب السكان، داعية لمواصلة بناء خزانات المياه بالتعاون مع قوات الدفاع. وذكر السيد حروي يوهنس من قسم الزراعة والأراضي في الإقليم وجود برنامج لبناء 8 سدود صغيرة ومجرى تحويلي للسيول لري مساحة 261 هكتار وإصلاح مجاري المياه التي تغطي مساحة 515 هكتار وقرص 626 شجرة مستوطنة في 7 ضواحي في مديرية نقفة، بالإضافة إلى إجراء دراسات لمصادر المياه في حداي وعيلة طلام وتكسي. وتفقدت السيدة أسمرة أعمال حماية التربة وحفظ المياه وصيانة وتوسيع الطرق الترابية التي تقوم بها وحدات قوات الدفاع في مديرية نقفة وأفعبت، والتقت بالمشرفين على العمل. كما تفقدت السد الصغير الذي يتم إنشاؤه في ضاحية محبار في مديرية قندع. نظم الاتحاد الوطني للمرأة دورات تدريبية لتحسين معيشة المرأة التي تعيلها المرأة
أو تحسين معيشة الأسر التي تعيلها المرأة وتعزيز القدرات المهنية للشباب في مديريتي هيكوتا وشامبوكو. وشاركت في الدورة التدريبية المنظمة لثلاثة أشهر في هيكوتا 30 امرأة من 12 ضاحية. وأوضحت مسؤولة الفرع السيدة يحدق يوهنس أن الهدف من التدريب الذي تم تنظيمه بالتعاون مع وزارتي الصحة والزراعة هو التدريب على وسائل إعداد الطعام المغذي لدى المرأة عامة والأمهات بصفة خاصة باستخدام المنتجات الزراعية في مناطقهن. وقالت ممثلة المتدربات أنهن وجدن التدريب مفيد في الحفاظ على صحتهن وصحة أسرهن إلى جانب إيجاد مصدر دخل. كما دعا مديرية هيكوتا السيد الشيخ الدين صالح الدفع بمثل هذا التدريب المرتبط بالتدبير المنزلي. في غضون ذلك قام الاتحاد الوطني للشباب والطلبة في مديرية شامبوكو بتدريب 409 طالب من بينهم 214 امرأة في العلوم الاجتماعية والإسعافات الأولية لمدة شهرين. وحث مسؤول الاتحاد في المديرية السيد حاغوس كاستي المتدربين على تعزيز وعيهم السياسي واكتساب مهارات إضافية إلى جانب التعليم الأكاديمي. ودعا مديرية شامبوكو سيد كحساي أسرات لتعزيز المبادرات المتخذة لرفع قدرات الشباب بمساهمات المؤسسات الحكومية والمجتمع. من جهة أخرى نظمت دورة تدريبية ل 130 امرأة في إعداد الغذاء عامة والبطاطا الحلوة وأسماك المياه العذبة خاصة في مديرية الدخالة استمرت الأسبوع. يقوم السكان في ضاحية منازاناي في مديرية لوكو عن سباب ببناء مدرسة لحل إشكالية مقاطعة الدراسة وتخفيف الضغط على مدرسة درعي الابتدائية والمتوسطة. وقال مدير الضاحية سيد ولد آب برخة آب أنه رغم وجود مدرسة ابتدائية ومتوسطة في الضاحية فإن الطلاب يتوجهون إلى عدن أمن ومقركة لتلقي التعليم الثانوي. ويتوقع من هذه المبادرة تمهيد الأرضية لتلقي التعليم الثانوي في منطقتهم. وكان السكان قد قاموا من قبل بحل مشكلة الخدمات الصحية ومياه الشرب بنفس الطريقة. وذكر مدير مدرسة درعي الابتدائية والمتوسطة الأستاذ مرهوي قبر كدان بوجود أكثر من 800 طالب في المدرسة من روضة الأطفال وحتى المرحلة المتوسطة مع وجود ضيق في الفصول الدراسية داعيا لدعم الجهات المعنية لإنجاح مبادرة السكان. تلقى 24 طالبا تدريبا على قوانين المرور نظمته شرطة إقليم شمال البحر الأحمر. وقال قائد شرطة المرور في الإقليم الرائد ملاكي قبر مريم أن هدف التدريب هو ترسيخ المعرفة بقوانين وأنظمة المرور لدى الطلاب والوقاية من الحوادث المرورية التي تسبب عواقب وخيمة على حياة وممتلكات مستخدمي الطرق. ودعا المشاركون في الدورة لتطبيق التنوير المقدم ونقله إلى مستخدمي الطرق. ودعا مسؤول التحقيقات المرورية سيد ياسين محمد المتدربين للمساهمة في مكافحة الحوادث المرورية باعتبارهم معاونين للشرطة. وأوصى مدير مدارس مديرية مصوع الأستاذ إسماعيل صالح على تعميم التدريب على نطاق واسع. في الختام تم توزيع الشهادات على الخريجين. مشاهدينا نشرتنا تتواصل من الفضائية الإريترية ولكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا. أهلا بكم مجددا. تبنى مجلس الأمن الدولي مشروع قرار أمريكي يدعم خطة لوقف إطلاق النار في غزة وتطبيقا غير مشروط للصفقة المقترحة التي أعلنها الرئيس الأمريكي جو بايدن. وينص مشروع القرار الأمريكي على وقف إطلاق نار دائم والانسحاب التام من غزة وتبادل الأسرى والإعمار وعودة النازحين ورفض أي تغيير ديمغرافي للقطاع. وحصل النص الذي يرحب باقتراح الهدنة والذي أعلنه الرئيس الأمريكي في 31 من مايو الماضي ويدعو إسرائيل وحماس إلى التطبيق الكامل لشروطه من دون تأخير ودون شروط. حصل على 14 صوت بينما امتنعت روسيا عن التصويت. وقد رحبت حركة المقاومة الإسلامية حماس بما تضمنه قرار مجلس الأمن الدولي وأكد عليه بشأن وقف إطلاق النار الدائم في قطاع غزة والانسحاب الإسرائيلي التام بالإضافة إلى تبادل الأسرى وإعادة الإعمار وعودة النازحين وإدخال المساعدات ورفض أي تغيير ديمغرافي أو تقليص لمساحة القطاع.
بحث وزيرا خارجية روسيا الاتحادية سيرجي لافروف وجمهورية الصين الشعبية وانغ يي في لقاء عقداه على هامش اجتماع مجلس وزراء خارجية دول البريكس في مدينة نيجني نوفنغورد الروسية بحثا تعزيز العلاقات بين البلدين وسبل تطويرها. ونقلت نوفوستي عن لافروف قوله خلال اللقاء: يتم النظر إلى علاقاتنا مع الأصدقاء الصينيين بشكل إيجابي أكثر فأكثر من قبل دول الأغلبية في العالم. وأشار لافروف إلى أن دول مجموعة بريكس تعمل بنشاط لتطوير منصة لتسوية مدفوعات التبادل التجاري بالعملات الوطنية. من جانبه أكد وانغ يي أن المهمة الرئيسية لروسيا والصين هي تنفيذ الاتفاقيات المبرمة على أعلى مستوى وتعزيز التعاون متعدد الأوجه، لافتا إلى أنه من المهم بالنسبة للبلدين تعزيز التنسيق في الهياكل متعددة الأطراف لحماية المصالح المشتركة للدول النامية. قالت بيلاروسيا أن جيشها يشارك في المرحلة الثانية من تدريبات روسية على نشر أسلحة نووية تكتيكية. وقالت وزارة الدفاع في بيلاروسيا أن التدريبات تهدف لضمان أمننا وليس المقصود منها تهديد أي دول أخرى وفقا لوكالة رويترز. وأجريت الشهر الماضي المرحلة الأولى من التدريبات التي أمر بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وقال الرئيس فلاديمير بوتين في مايو الماضي أن قوات تابعة لروسيا وبيلاروسيا بدأت استعدادات مشتركة لإجراء تدريبات على أسلحة نووية تكتيكية. أعلنت هيئة حماية المنافسة التركية تقييم شركة جوجل نحو 14.85 مليون دولار لتقاعسها عن الوفاء بالتزامات تتعلق بعمليات البحث عن الفنادق عبر الإنترنت. وذكرت الهيئة أن الغرامة فرضت على شركة جوجل نتيجة عدم اتخاذها إجراءات بشأن ما أثرته الهيئة على المنافسة العادلة مع محركات بحث أخرى محلية. وكانت هيئة حماية المنافسة في تركيا قد قررت في مايو الماضي فرض غرامة على شركة جوجل بسبب إخفاقها في الوفاء بالتزاماتها فيما يتعلق بجزء من خدمات البحث المحلية الخاصة بها. يذكر أن جوجل قد تعرضت لغرامة ضخمة في مارس الماضي قدرها 250 مليون يورو من هيئة المنافسة في فرنسا، مرتبطة بنزاع طويل الأمد حول دفع أموال للناشرين الفرنسيين مقابل تقديم الأخبار المرتبطة بهم. مشاهدينا قبل الختام إليكم تذكير بأهم ما جاء في هذه النشرة من أنباء. الرئيس السياسي التركي يبعث رسائل تهنئة لرؤساء الهند وروسيا. دورات تدريبية في سلامة وحماية البيئة. ودورات أخرى للمرأة والشباب في هايكوتا وشموقو. مجلس الأمن يتبنى قرارا أمريكي لوقف إطلاق النار بغزة وحماس ترحب. لافروف ووانغ يي يبحثان تعزيز العلاقات بين الصين وروسيا. وبيلاروسيا تشارك روسيا في تدريبات على الأسلحة النووية التكتيكية. مشاهدينا انتهت النشرة، شكرا على حسن المتابعة، تحية لكم أينما كنتم، إلى اللقاء.